السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وفيديو جديد ووصفه جديده في قناه شهيوات زينب ويوسف. فاليوم غادي نشارك معكم طريقه تحضير عدس على حقه وطريقه. فكنشكر المتتبعين ديالي الاوفياء، وكنشكر الناس الجداد اللي انضموا للقناه. فكنقول لكم اختي اشتركوا في القناه باش تبقاو توصلوا بكاع الجديد. فكي قلت لكم اليوم غديوه اللي صحيه واقتصاديه في نفس الوقت. غادي نرافق العدس بالخضره مشويه في الفران وواحد الشليضه اللي كتجي لذيذه. فالطريقه اللي هي سهله وبسيطه غادي نشاركوا معكم بطريقه مغربيه تقليديه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غادي ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. دائما كنبداو بالصلاه على نبينا، اللهم صل على سيدنا محمد. فاول حاجه اختي هي العدس. نقيته، غسلته مزيان. كنرقدو في الماء تقريبا واحد الساعه، على الاقل ساعه كنفزقو في الماء. فالدور ديال العدس ملي كنفزقو في الماء كتبقى ملي كنديروه كيطيب كيبقاو دوك الحبات مفروزين، ماشي كطير ليه ديك الجلده كيف كنرميوه ديريكت. فكيبقى ما شاء الله العدس ديالنا ما كيذوب ما حتى شي حاجه، وحتى ديك الجلده ديالو ما كتحيدش ليه. فكيبقى كل حبه كتبان لك مفروزه وحدها، كيجينا العدس مفروز بهذا المعنى هذه. صافي هنايا شلطت واحد البصيله اللي كنحاول نشلطها رقيق، ولا قطعوها في الهاشوار ولا حكوها ولا باش ما كيعجبكم فديروها. انا عطيتكم غير الطريقه ديالي وصافي. ودرت هنايا مطيشه اللي كتكون عندي واجده في المجمد. كدائما كنشدها كنغسلها، كنقطعها على 4 وكنديرها طيب. ما كندير معاها لا ما لا والو، كنديرها في الطنجره ديال الضغط. كندير واحد الكميه اللي هي كثيره وكنقطعها بالقشره ديالها وكنسد عليها الكوكوط، نخليها تكون عافيه مهيله. كنخليها تقريبا طيب واحد ساعتين في الكوكوط، ونخليها حتى تبرد وكنطحنها. فكتجي بحال مطيشه ديال الحك، كتجي بنينه وصحيه. صافي وكندير القياس ديالي قياس كل تطيبه كنديرها في بلاستيكه. صافي وكنخليها في المجمد. ملي كنبغيها كنلقاها واجده. صافي اختي هنايا حكيت واحد الضريصه ديال الثومه، وغادي ندير معلقه ديال المطيشه ديال الحك وواحد الوريقه ديال سيدنا موسى، وغادي ندوز باش ندير معكم العطريه. فالطريقه اللي هي سهله. هنايا درت نص معلقه ديال الملحه، ودرت معلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال الخرقوم، ومعلقه ديال قزبور يابس، ونص معلقه ديال الابزار. البزار ما كنكثروش بزاف. فبالنسبه للكمون غادي نخليه حتى نطفي البوطه طيب. عاده غندير معلقه ديال الكمون. هنايا درت تقريبا قياس 2 معالق ديال الزيت البلديه، وكنحرك مزيان. فما غادي نقليه ما حتى شي حاجه، غادي نمرق عليه ديريكت، وغادي نسد عليه ونخليه يطيب. فدغيا دغيا كيطيب، ما كياخذش لينا وقت اللي هو طويل. غادي نزيد نقطع شويه قزبور ومعدنوس. دائما انا كنكثر المعدنوس على القزبور في العدس. وصافي البنات. بالنسبه للكمون كي قلت لكم راه ما كنديرهاش دابا باش ما تمررش ليا العدس ديالي. صافي هنايا درت واحد الكميه كثيره، والكميه قليله خليتها حتى للاخر. صافي وانا كنحرك مزيان مزيان. صافي كنخلي الكوكوط ديالي او العدس ديالي حتى كتغلى عليه الكوكوط. صافي وكنقص ليه البوطه، نخليها طيب على عافيه مهيله باش هكا ما يتحرق ما والو. ومره مره كنحركوا الكوكوط لان العدس دغيا كيلصق لينا. غادي ندوز معكم الخضيره اللي غادي نرافق بها العدس ديالي. عندي هنايا القرعه، وعندي الجزر، وعندي بطاطا، وعندي الفلفله. صافي قشرتهم وغسلتهم مزيان. كنحاول نقطعهم شرائح اللي هي طويله ورقيقه كيف كيبان لكم بهذا الحجم هذا، باش دغيا دغيا كطيب ليا في الفران، ما كتاخذش وقت اللي هو طويل. وفي نفس الوقت كتجي بنينه، وواحد الطبق اللي هو صحي كي قلت لكم. تشليضه اللي زوينه، هاد الخضره اللي كتكون مشرمله في الفران او مشويه في الفران كتجي بنينه الصراحه. وفي نفس الوقت كنختصروا علينا قوه الوقفه. فكنشدوها غير نقطعوها نقادوها نديروا لها التتبيله ديالها. صافي وكنديرها في الفران ونخليها طيب على خاطرها، وهكا كنتهناو منها، ما نبقاوش واقفين معاها في الكوزينه. هنايا الفران ديالي راني مسخناه من قبل باش هكا غير ندخلها للفران تلقاه سخون دغيا دغيا كطيب. من الاحسن ندخلوها للفران اللي هو سخون. صافي هنايا درت في العطريه، درت معلقه ديال الزعتر، وراس معلقه ديال السودانيه الحاره ومليحه. دائما على حساب الكميه اللي عندنا، بنحاولوا ما نكثرش بزاف. والزيت البلديه. صافي هادشي اللي كندير، الزيت البلديه والزعتر وضريسه ديال الثومه، ملحه والسودانيه الحاره. هادشي اللي كندير. وكيف كيبان لكم الزيت النباتي، الزيت البلديه عفوا، اللي ما متوفراش ليه ديري اختي غير الزيت النباتيه. صافي هنايا درتو في الفران في الطاوه ديال الفران، فرشت ليها الورق ديال الزبده باش هكا الطاوه ديالي كتبقى نقيه ما كتوقع عليها حتى شي حاجه.
وإلا ما كانش اختي ديري غير في الطاوه، ما تحتاجي كاع الدهنيه لان الخضيره ديالك راه مدهونه بالزيت. هنا الزيت كيف كتشوفوا راه كندير قياس 2 معالق صغار ولا معلقه كبيره فقط، يعني ما كنديرش شي كميه اللي كثيره ديال الزيت. وما شاء الله كتجي زوينه صراحه وكتجي بنينه ودغيا دغيا كطيب. الا رققتوها شرائح اللي هي رقيقه راه دغيا دغيا كطيب. هنايا حتى الدنجال كان متوفر لك حتى هو اختي زيديه حتى هو كيجي زوين. ايوا صافي درت انا الخضره اللي متوفره ليا. وغادي نرجع معكم للعديسه ديالي ما شاء الله كيفاش جات بنينه، والمريقه ديالها جات في القياس. هنايا زدتها معلقه ديال الكمون وطفيت لها البوطه. صافي كنحاول نحركها وكنوريكم كيفاش ما شاء الله العدس كيجي ما كطير ليه ديك الجلده ديالو ما حتى شي حاجه. فالدور ديال العدس ملي كنفزقوه كيبقى لينا بالجوده ديالو، وكيبقى حبه تستي حبه، يعني ماشي كتفسخ لينا ديك الجلده اللي كتكون ديال العدس وكيطيب لينا يولي حريره كيف كنقولوا بهذا المعنى. فالدور اختي ديال العدس ملي كتفزقيه في شويه الماء تقريبا واحد الساعه فراه كيجي بنين بنين بزاف بزاف. نتمنى تجربوا الطريقه ديال العدس، ومن بعد ما طيبته قدمته في طبق ديال التقديم او هاد الطبيسين اللي هو بسيط عادي، تقديم اللي هو عادي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فيديو اللي هو ساهل، العدس اللي هو ساهل ماهل، كنعتذر منكم. نتمنى تجربوه، واللي جرباتو تدخل عندي لي كومونتير وتقول لي كيفاش جا الطريقه ديال العدس. ايوا صافي هنايا درت واحد الشليضه ببصله ومطيشه وبطاطا اللي سلقتها ومعدنوس. درت فيها شويه الكمون وشويه البزار وزيت البلديه، شويه الملحه والخل. فكتجي هاد الشليضه بنينه وتا هي ساهله. نحاولوا ننوعوا شويه واخا داكشي ساهل وبسيط، اهم حاجه تكون حاجه صحيه. هذا ما كان. نتمنى الشرح يكون واضح، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم يا اغلى متتبعين. واللي بقات معايا حتى لهنايا اختي ما تنسيش ليا واحد اللايك، راه عارفه كتفرجي وكتنساي اللايك. الا عجبكم الفيديو خليوا لي واحد اللايك او كومونتير كيف العاده. وكنشكر المتتبعين ديالي كاملين. وشوفي اختي الغديوه ديالي كيفاش جات خفيفه ظريفه وفي نفس الوقت صحيه. والبنه ما نذكروش عليها، شليضه جات على حقها وطريقها وبنينه البنات. وبالنسبه الخضره مشويه حتى هي راه دغيا كطيب، لان كنقطعوا شرائح اللي هي رقيقه ما كتاخذش لينا وقت طويل بزاف بالزربه كطيب. والعدس ما شاء الله شوفوا كيفاش جا كيحمق. وزينت هنايا بالقليل من المعدنوس وديك الوريقه ديال سيدنا موسى اللي طاف فيها. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. والى عجبكم المحتوى ديال القناه نتمنى تشتركوا في القناه بالنسبه للناس الجداد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل ومع الاصدقاء ديالكم. والى الفيديو القادم بحول الله.